احفظوها عندكم لان 100% هتحتاجوها، عشان دي ألذ واسهل طريقة تعملوا بيها لازانيا من غير اي اختراعات. علشان اعمل صوص اللحمه ويبقى بالشكل ده هحتاج طاسه كبيره وعلى نار عاليه من غير اي دهون. هنزل باللحمه المفرومه، استخدمت تقريبا كيلو الا ربع. بلاش تحركوا اللحمه ابدا اول 5 دقايق تقريبا، بس لما تحسوا انها اخدت لون قلبوها وانزلوا بالبصل والجزر المبشور. سيبوا اللحمه مع البصل والجزر 10 دقايق على النار، بعدين ضيفوا الملح والفلفل الاسود. انا هطحن الفلفل الاسود فريش على الاكل، ولو جربتوها مره هتعرفوا ان في فرق كبير في الطعم، وعلى الاقل تتجنبوا انه يوصل لكم مغشوش. هنزل على اللحمه بمعلقتين كبار معجون طماطم وكوبايه كبيره عصير طماطم وكام ورقه كده ورق لورا عشان تسحب اي زفاره من اللحمه. هقلب كويس جدا، نص كوبايه ميه، هسيبها تغلي تقريبا ساعه لحد ما توصل للشكل ده. بس قبل ما نعمل البشاميل الخفيف عايزه اوريكم اخدت ايه من شركه ميركاتو. طقم الحلل ده من براند كوك ان، هو براند مصري بجرانيت سويسري، يعني سعر مناسب وجوده عاليه، ومطحنه ستانلس ستيل من نيو فلام. يعني عندهم كل الماركات اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها، بس الاهم ان عندهم ضمان استبدال وخصومات بتوصل ل 40% بمناسبه عيد الام، وهقول لكم تحت الفيديو ممكن تطلبوا منهم ازاي. هنزل ب4 معالق كبار زبده و4 معالق كبار دقيق. هقلب كويس جدا لحد ما اشوف الشكل ده، وانزل بلتر ونص من الحليب. هفضل اقلب لحد ما القوام يبقى تقيل، واضيف الملح، وكده البشاميل جاهز. عشان ارتب طبقات اللازانيا هبدا بالبشاميل، اللحمه المفرومه، شرايح اللازانيا، البشاميل، اللحمه المفرومه، الجبنه الموتزاريلا، وهعيد الطبقات 5 مرات، وهقفل بطبقه كبيره من البشاميل، وهدخلها فرن على 180 تقريبا نص ساعه لساعه الا ربع، وهفتح الشوايه اخر 5 دقايق. لازم تجربوها.